خليني أسألك سؤال صريح، أنت برج إيه؟ مش عشان أحدد شخصيتك، عشان أفهم أنت بتحب تشوف نفسك إزاي. أهلا بيك يا عزيزي في مساحة فراغ جديدة. خلاص أنت عارف نظامنا بقى، هات معاك كوباية الشاي وسندوتش الحلاوة وتعالى كده قرب معايا من نار المدفأة وخلينا ندردش في موضوع بيشغل ناس كتير. موضوع الأبراج. الأبراج مش بتشرح شخصيتك، هي بتشرح الحكاية اللي بتحب تصدقها عن نفسك. تعالى أتكلم معاك على الأبراج الغربية مثلا. هما 12 برج، بس أتكلم معاك بسرعة عليهم. في مثلا أبراج نارية بتقولك أنا موجود. الحمل اندفاع بداية بس مش بيستنى. الأسد تقدير وحضور ومحتاج يتشاف. القوس حرية تجربة بس بيزهق بسرعة. دول ناس بتحب تحس إنها عايشة. طيب الأبراج الترابية اللي هي بتقولك أنا ثابت. الثور أمان لذة وبيمشي على مهله. العذراء تحليل نظام بس عنده قلق مقنع شوية. الجدي إنجاز مسؤولية بس بيكتم تعبه. دول ناس تحب تحس إنها مسيطرة. أما الأبراج الهوائية اللي بتقولك أنا بفكر، زي الجوزاء كلام تغير بس عنده فضول. الميزان توازن وقبول بس بيهرب من الصدام. الدلو اختلاف فكرة بس ما بيحبش يتصنف. دول ناس بتحب تحس إنها فاهمة الدنيا. الأبراج المائية اللي بتقولك أنا حاسس. السرطان أمان ارتباط بس بيخاف من الفقد. العقرب عمق غموض بس عنده سيطرة دفاعية. الحوت تعاطف وهروب بس عايش في العالم بتاعه. دول ناس بتحب تحس إن مشاعرها ليها قيمة. خليني أقولك إن العلم بيقول إن الأوصاف دي عامة تنفع لأي حد، بس إحنا بنحبها عشان بتحسسنا إن في حد فاهمنا. طيب أنتقل بيك بقى للأبراج الصينية 12 برج برضه. شوف الموضوع من زاوية مختلفة شوية. الأبراج الصينية مش بتسألك أنت اتولدت إمتى، بتسألك اتولدت في زمن إيه. اتولدت في زمن الفار يبقى عندك ذكاء وحيلة وبتعرف تطلع كسبان. ده زمن الثور يبقى عندك صبر وشغل وخطواتك ثابتة. زمن النمر يبقى شجاعة مخاطرة أو مزاج حاد. زمن الأرنب هدوء ذوق بس بتتجنب الصدام. زمن التنين قوة وطموح وعندك إحساس عالي بالاستحقاق. زمن الثعبان حكمة صمت وقراءة للناس. زمن الحصان حرية وحركة وما يحبش القيود. زمن العنزة حساسية فن وعندك تأثر سريع. زمن القرد ذكاء لعب حلول غير متوقعة. زمن الديك دقة نقد وصراحتك زيادة. زمن الكلب ولاء عدل حماية. زمن الخنزير بساطة متعة طيبة. هما كل سنة بيدوها اسم يخصهم في التقويم الخاص بيهم. هنا الشخصية مش نجمة في السماء، دي دورة حياة. خليني أقول لك الأبراج الغربية بتشرح مشاعرك، أما الأبراج الصينية فبتشرح دورك في الحياة بشكل عام. الاتنين مش علمي بس الاتنين بيريحوا. مش مشكلتك أنت برجك إيه، مشكلتك لما تختصر نفسك في البرج ده. أنت أوسع من تاريخ ميلادك وأعمق من أي برج. عموما يا عزيزي إن كنت وصلت معايا لنهاية مساحة فراغ فأهلا بيك. اقفل وراك الباب وانت خارج وخد على كتفك كده جاكيت عشان ما تبردش. وافتكر ان احنا قد نلتقي او لا نلتقي، لكن الاكيد ان احنا مش هنعرف بعض. سلام عليكم.